أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلم كما لم تكن تعلم وعلم كما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي خاد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي خاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درر نار الدنيا واقتسني الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبع عني وخاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني محا مماتا خنها نفوسا ولسوايا ساقوتا فيسا إلى سوا نحو تاء الموت نحى نفوس كلها بالفوت لم تنني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباخي ما مات سرمدا وببقايا يسر أحمدا كفاني الباخي ما مات سرمدا وببقايا يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كلي علي عولا ترسي عن الأمراض والممات بقى واسمي من السمات علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرضيا علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرضيا لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني تأمين خاتمة المناجاة بالخط هذا الخط جعلني الله تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له ظاهرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل وشهد الله تبارك وتعالى لي ببيعة 33 والدمائر وأشهد الملأ الأعلى بذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز حكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وشهد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت مع توجهه إليه بقدر عظمة ذاته بلا تولي شيء منه إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى طوبى وفيه رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم مع أمين الوحي الله ويدخل فيه معهم الكاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتحة إلى محله الذي يكون معهم فيه أي مريدين صادقين أي مريدين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المحروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده حينئذ كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب 400 سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.